السلام عليكم وأهلا بكم في سيدتي بودكاست. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا اشتراك للقناة. بزاف منكم كتبوا لي في التعاليق كنحس بالخجل ديما وما كنعرفش كيفاش نتعامل مع الناس، وهذا الشيء مأثر ليا حتى على الخدمة ديالي. اليوم غادي نهضروا بصراحة، واش الانطواء عيب وكيفاش كتحولي هاد الخجل لقوة وتلقاي الخدمة اللي كتشبه ليك وتواتي شخصيتك. أول حاجة خاصنا نعرفوها هي أن الانطواء ماشي هو الخجل. الانطواء هو ملي كتكون الطاقة ديالك كتستمديها من الجلوس بوحدك أو في بلايص هادئة. أما الخجل هو الخوف من حكم الآخرين. تقبلي راسك كيف ما انتي. التوتر الزائد هو اللي خاصنا نخدمو عليه، ماشي طبيعتك الهادئة. باش تولي واثقة من راسك وانتي منطوية، جربي هاد 3 ديال الحاجات. أولا، قوة التحضير. قبل أي اجتماع أو مقابلة عمل وجدي شنو غتقولي. التحضير كينقص من التوتر بنسبة 70%. ثانيا، قاعدة 5 ثواني. ملي تبغي تهضري وحسيتي بالخجل، حسبي 5 4 3 2 1 وهدري بلا ما تفكري بزاف. ثالثا، خرجي من منطقة الراحة بشوية بشوية. كل نهار ديري حاجة صغيرة كتخوفك، بحال أنك تسلمي على حد ما كتعرفيش بابتسامة. وماشي ضروري تكوني فمك ماضي باش تنجحي. كاينين مهن الانطوائيين هما اللي واعرين فيها، بحال الكتابة وصناعة المحتوى، التصميم والبرمجة حيت كيحتاجوا تركيز عالي، التجارة الإلكترونية باش تسيري مشروعك من دارك وبذكاء، والمحاسبة والتحليل فين الدقة والهدوء هما الساروت. في الآخر بغيت نقول لك بلي العالم محتاج الهدوء ديالك والعمق ديالك. قولي لي في التعاليق وشنو هو أكبر عائق كتحسي به في حياتك اليومية. شكرا حيت تفرجتوا. ما تنساوش تخليوا لي رأيكم في التعاليق وديروا اشتراك باش نتلاقاو في الحلقة الجاية.